السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة محمد تي في، لكم مقطع جديد وفيديو جديد. مقطع اليوم حيكون خاص لأهل فلسطين. مقطع اليوم حيكون رسالة لأهل فلسطين. مقطع اليوم راح يكون إهداء لأهل فلسطين. احنا معكم قلبا وقالبا، احنا معكم وحنبقى معكم وحنتم معكم قلبا وقالبا. احنا معكم بالدعاء، معكم بالأشياء اللي نقدر عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همكم، ييسر أمركم، يثبتكم، يسد رماكم، ويرحم شهداءكم، ويتقبلهم عنده يا رب يا كريم، ويشفي مصابكم. يا أخوان والله العظيم الشيء اللي قاعد يصير في فلسطين شيء لا يسكت، شيء لا ينسكت عنه، شيء ما ينسكت عنه أبدا أبدا. شيء إجرامي، شيء إجرامي، هذا يسمى إجرام. فيا رب أنت عالم بحال أخواننا المستضعفين في فلسطين، أنت عالم بأحوالهم، أنت عالم بهم، فعليك بأعدائهم وانتقم منهم ودمرهم، إنهم أعداؤك فإنهم لا يعجزونك. يا إخوان والله العظيم المأساة اللي قاعدة تصير في فلسطين إنها توجع القلب. المقاطع اللي نشوفها، الفيديوهات اللي نشوفها، الأخبار اللي نشوفها يوميا، شيء الله لا يوري، الله لا يضيق لأحد. أطفال مرميين في الأرض، أشلاء متقطعين، حتى ما هم كانوا متقطعين، راسه هنا، يده هنا، رجوله بجهة، بيوت مهدمة. غزة راحت بكرة أبيها، غزة راحت يعني حرفيا غزة راحت. أنا بحاول أحط لكم أشياء، صور في المونتاج توريكم الشيء هذا. غزة راحت، ما عاد في شيء اسمه غزة، دمار. ولكن والله وتالله إن معكم قلبا وقالبا يا أهل فلسطين. إحنا معكم دائما، وحنبقى معكم وحنتم معكم. روح بالدم نفديك يا فلسطين. فلسطين قضية كل مسلم، قضية كل إنسان. ليس بالضرورة أن تكون مسلم عشان تكون قضيتك، لا، يكفي أن تكون إنسان فقط، عندك إنسانية فقط راح تحس بالشيء اللي قاعد يصير. ختاما، رب الأرض والسماوات من فوق يشوف من حالهم وراح ينتقم. الشيء اللي يفرح شوي بس انه اخبار اليوم اللي سمعناها انه يقولون انه غزة تفيح او تفوح بريحة المسك من كثر الشهداء اللي فيها. الله والله انه الشيء هذا، الكلام اللي انا قلته ما جبته من عبث، جبته من ناس، من اخبار في مواقع التواصل الاجتماعي. يقولون انه غزة تفوح بريحة المسك. بحط لكم مقاطع، بحط لكم كل شيء اذا صحة كلامي. جماعة الخير، لأول مرة في حياتي أشم رائحة المسك. يعني دائما احنا بنسمع الشهداء ورائحة المسك تفوح من دماء الشهداء ومن أجساد الشهداء، بس ما عمري شميت ريحة المسك. لأول مرة في حياتي أشم ريحة المسك من الشهيد ربيع. يا الله، والله ما إلي خاطر أتزحزح من جنبه من كثر ما هي ريحتها جميلة. إشي لا يوصف والله، إيش عن جد لا يوصف. صار له يومين تحت الأنقاض، الشهيد صار له 3 أيام، 3 أيام صار له تحت الأنقاض، متخيلين؟ يا الله. شاحن طلع دمه لسه بنزل منه قاعد، طلع دمه يا جماعه، له 3 ايام تحت الانقاض، له 3 ايام تحت الانقاض، طلع دمه. هذا حيضل زي ما هو وان شاء الله. لكن اتمنى الله سبحانه وتعالى من المولى عز وجل ان يعجل بنصر اخوان فلسطين، ان يعجل بنصرهم، وان ينتقم من اعدائهم اعداء الدين. اللهم احط عليهم دائرة السوء يا رب يا كريم. ختاما يا اخوان، ابغى في الكومنتات كلكم تكتبون كومنتات على فلسطين، تدعون لاخوان فلسطين. نبغى دعوة عامة، نبغى دعوة من جميع المسلمين، من جميع الديانات. خلينا نقول اي واحد عنده انسانية يرفع يده ويدعي لفلسطين. ختاما كان معكم اخوكم محمد من قناة محمد تي في 1، واخر كلمة نختم فيها: فلسطين ارضنا، فلسطين قضيتنا، فلسطين حرة. السلام عليكم.